إسرائيل الكيان الصهيوني وفي ظل الهجمة العشوائية على قطاع غزة لا يوجد سلام. عندما البعض يتحدث عن السلام ونحن نشاهد الأموات ونشاهد الجثث والفلسطيني يحمل عياله بأكياس، نعم، يعني المناظر مرعبة جدا، فلا يوجد شيء سلام. لا نتخيلها أبدا على أرض الواقع. أبداً. لم نشهد هذه صحيح. الصور صحيح. إلا عندما شاهدناها عبر الفيديوهات المنتشرة والتغطية الكاملة لهذا القصف. ونتمنى أن هذه المناظر تصل من خلال الإعلام النظيف النزيه إلى أوروبا، إلى أمريكا، لأن هناك نقطة مهمة أختي، أن الكثير من الأوروبيين لا يعلمون بهذه الحقائق. يعني مثلا الحين عندما صار قادة المقاومة في 7 أكتوبر وهجمت على الكيان الصهيوني وقتلت من قتلت، الإعلام الأوروبي الصهيوني اشتغل على إيش؟ أن المقاومة الإسرائيلية قطعت رقاب الأطفال، نعم، اغتصبت النساء، تضليل للحقائق. نعم. وعندما يقابلون حتى بالشارع الأوروبيين يقولون ما رأيكم باللي حصل المقاومة، ما رأيكم بالقتل اللي صار، تقطيع الرقاب وما هذا كلام. فحتى بعضهم بدأ يصير عنده وعي، يقول طيب نعم. شنو الدليل؟ وين الصور؟ ما شفنا شيء، فقط كلام. وهناك مقطع انتشر أيضا في الآونة الأخيرة أن هناك كاميرات تركز على طفل ما في شيء، زين يقول لك تعال انسدح خلينا نصورك من فوق على اساس انك ستقتل، كله تمثيل ان المقاومه فعلت فيهم. فهذا جانب مهم، الجانب الاعلامي. نتمنى من حتى يعني اعلامنا العربي يركز على هذا الجانب، ليس فقط يوجه رسالته للعالم العربي والاسلامي، لا، وجه العالم الخارجي الاوروبي اللي ما يشوف الا اعلامه، واعلامه هو صهيوني بطبيعه الحال، يعطي جانب ويخفي جانب، يعني يؤثر على الراي والراي الاخر بتقديم الحقائق غير الصحيحه. نعم، ولذلك في بعض القنوات استقالوا منها مجموعة من الفلسطينيين لأنهم قالوا عندنا تقارير نبثها في قناتنا ولا نستطيع، يقولون لا هذا ما نبي التقرير هذا، فقدموا استقالات جماعية، وبالتالي صار أسلوب ضغط. هذا مش أسلوب ناجح، أسلوب ضغط، لا نبيكم ترجعون، راح القناة يصير فيها خلل. يعني حتى من يعمل في هذه القطاعات الإعلام التي يحركها بني صهيون مع الأسف، يعني استشعروا أن أنا أعطيك مادة، أنت تدعي الديمقراطية، تقول صار قتل في إسرائيل ماتوا صح، في فلسطين ماتوا، لا تخفي هذه الحقيقة. نعم. وتقول أن الأمور لا هذا رد اعتبار، وأن فعندما تتضح الحقائق لا شك أن حتى وجهة نظر الشارع الغربي ستتغير. نعم. أستاذ، كيف ترى التعامل الدبلوماسية الدولية تجاه التطور مع التطورات المتلاحقة لقطاع غزة؟ في تحركات حقيقة صارت، ولكن تحركات وليدة ودائما تواجه بتحرك أمريكي يوئد أي تحرك دولي. يعني آخرهم التحرك الروسي، مشروع القرار اللي كان يطالب بوقف العدوان على غزة، قرار وفشل هذا القرار، أمريكا وقفت ضده. ف15 دولة، يعني 5 دول كان مع الاقتراح الروسي، 4 دول ضده، 6 دول امتنعوا التصويت، سقط هذا الاقتراح. فهذا كان تحرك مهم جدا يلزم إسرائيل. فهذا يعني من لدينا أيضا تحركات كويتية نفتخر فيها جدا. نعم. الكويت لها دور كبير جدا في يعني مجلس الأمن عندما تتحرك بمشاريع، حتى قبل الأزمة الحالية لها مشاريع كثيرة توئدها أمريكا من خلال الفيتو، حق النقد تستخدمه، وبالتالي يموت هذا المشروع التي تقوم تتبناها الكويت. المشاريع كثيرة، ولكن يعني أصحاب القرار هم من يتسيد اليوم المجتمع الدولي، مجلس الأمن. في السابق كنا عندنا قوتين، قوة أمريكية وقوة روسية في تحدي، الآن قوة واحدة هي التي تحكم العالم، أمريكا. نعم. وبالتالي القرار صار واحد، والقرار الواحد هذا الآن مع الأسف يتجه باتجاه الكيان الصهيوني. نعم. هناك قرارات أممية تحدثت عن الحل الشامل ولم تنجح. يعني قرار 242 كان يتحدث عن حل الدولتين والرجوع إلى 67. نعم. وإقامة دولة فلسطين عاصمة القدس الشرقية. هناك قرار آخر 338، هناك اجتماع مدريد في 91 أيضا كلها تتحدث عن حل الدولتين. هذه يعني خلاص ستعطي سلام وديمومة واستدامة والأمور تنتهي، لكن من ينفذ؟ الكيان الصهيوني
يضرب ويتعجرف ويجد من يساند الولايات المتحدة عندما تساند إسرائيل. لا شك أنا لا أعبأ بالقرارات ولا بالحلول الدولية، وبالتالي الكثير من القمم التي تعقد بما أنك أنت غير مؤثر علي ولا يوجد لديك اقتصاد يستطيع أن يوقفني عن حدي، فأنا مستمر في غيي في عنجهيتي في عدواني. في ظل هذه الظروف أستاذ وليد، ذكرت كلمات مهمة: استدامة، ضمان، سلام، الكثير من الكلمات التي تستحق أن تقف عندها وتضمن فيها الحرية وإبقاء السلام في المنطقة. الآن ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان هذه الأساسيات في أي اتفاقية لضمان سلام المنطقة؟ هناك أساسيات يجب أن تتخذ، يعني مثلا في حل قضية غزة الآن العدوان المستمر. أولا يجب السعي قدر ما نستطيع من أجل إيقاف العدوان، هذه النقطة الأساسية الأولى. ثاني شيء فتح معبر رفح للمساعدات. يعني معبر رفح الآن هناك مئات الشاحنات تنتظر الدخول. نعم. وهذه مصيبة، يعني قطاع محاصر من كل اتجاه وقصف، لا ماء لا أكل لا طعام، شلون يعيشون؟ يعني هذا فعلا إجرام في حق المجتمع الدولي، كارثة إنسانية ما لم يعني تتحرك الدول وتفتح المعبر. نعم. هناك أسرى حرب نسميهم، هناك يعني لدى الفلسطينيين هناك أسرى إسرائيليين، والعكس صحيح. يعني أتذكر نعم هذه نقطة مهمة بيد المقاومة الفلسطينية. يعني أتذكر أنا دخلت غزة 2012 وعايشت والتقيت مع أم الشهيد محمد فروانة اللي تمكن من أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، واللي صارت عليه صيحة 2006، وتم تبادل الأسرى من خلال هذا الجندي الوحيد. يعني فتم إخراج 2000 بعد 5 سنوات من أسرى 2006 تم إطلاق أسرى جندي إسرائيلي واحد مقابل 1027 أسير فلسطيني. نعم. لدى السجون الصهيونية. لا شك هذا مكسب يعتبر، أطلع واحد مقابل. الآن يفترض حقيقة أن حتى المفاوضين، يعني هناك صار تفاوض من أمس أو قبل أمس، تدخلت قطر وتم الإفراج عن سيدتين أمريكيات. نعم. فهذا أيضا يعني هذا سلاح أنا استخدمه. يعني الآن العدوان الإسرائيلي يستخدم جميع الأسلحة، هذا سلاح عندي. يعني هذه أول ورقة قد تفضي إلى حل قريب. ماذا بالنسبة للعناصر أو النقاط الأخرى التي ممكن قد تساهم في حل هذه الكارثة؟ النقاط الأخرى ممكن تستخدم حل التلويح بإيقاف النفط، أيضا هذا حل قوي جدا. التلويح بإيقاف الاستثمارات الخارجية عن الدول التي أيدت إسرائيل، هذا أيضا حل مؤثر. حلول أوراق هناك مائية غذائية. يعني أنت مثلا الولايات المتحدة تسعى إلى أن دول الخليج تعقد كل اتفاقياتها وتبادلها التجاري من خلالها فقط. اتجهت الكويت مثلا إلى الصين. نعم. هذا أغضب الولايات المتحدة. هذه الورقة مهمة. الكويت أول دولة اتجهت إلى الصين، اتجهت إلى روسيا بعقد معاهدات. في لقطات ستعرض الآن أستاذ وليد على الشاشة الآن من التلفزيون المصري من جمهورية مصر الشقيقة، دخول المساعدات عبر معبر رفح للوصول إلى شعب فلسطين الشقيق. والله هذا ما أتمناه، يعني إذا تم فتح المعبر كما نشاهد فهذا شيء مفرح، وهناك مئات مثل ما قلنا تنتظر منذ أيام. صحيح. يعني نعم، فتخيل يعني هذه الشاحنات ولا شيء. يعني في السابق كانت تقريبا تدخل 500 شاحنة، الآن أمريكا تتحدث عن 20 شاحنة على ما أظن فقط. فالقطاع مقطوع صار عدة أيام، فالآن في أزمة شديدة وستكون كارثة إضافة إلى القصف. فهذا الخبر يعني كما شاهدنا إذا كان يعني تم فتح المجال لا شك يعطي بارقة أمل. أكيد. هذا شيء صراحة سعيدين جدا نشاهد هذه الشاحنات، لأن هي محملة بالمواد الغذائية، محملة بالأجهزة الطبية، وشاركت فيها دول، حتى الكويت لها كثير من المساعدات، الهلال الأحمر. فهذا المعبر هو المعبر الوحيد اللي وأنا ذهبت إلى هذا المعبر التي تدخل فيه الشاحنات إلى داخل الأراضي الفلسطينية. أستاذ وليد، كيف يجب أن تستعيد الأمم المتحدة هيبتها
هيبتها بتطبيق القوانين. فمتى ما استعادت هذه الهيبة المتحدة وطبقت القوانين على الجميع، لا شك ستعود الهيبة وتطبق القوانين وسنجد هناك احترام. الآن الكيان الصهيوني لا يحترم ولا يعبث بالقرارات هذه. لماذا؟ لأنها غير مطبقة، يضرب ويخرج. حتى يعني البعض يقول أن المقاومة هي التي بدأت مثلا على إسرائيل، والواقع غير صحيح، لأن يوميا أو شهريا خلينا نقول اعتداءات متكررة من قبل الكيان الصهيوني على أراضي غزة، على الضفة باستمرار، وبالتالي هم من بدأوا وليس هذه ردة فعل فقط. عواقب كارثية يعني. بس ودي أعلق على كلام مراسلتنا في غزة. نعم. يعني عندما قالت يعني 20 شاحنة فقط هي التي ستدخل، فهذا شيء مؤلم. يعني قبل قليل تحدثنا عن الرقم فقلنا 20 ناقلة، يعني في السابق كانت 500 ناقلة، الآن تحت القصف فتدخل 20 ناقلة. أيضا ماذا تريد يعني؟ أنت إلى أين ستصل يعني؟ هل هذه انفراجة؟ لا أعتقد أن انفراجة، وإنما بالعكس أعتقد انتكاسة. يفترض أن يفتح معبر رفح. المعبر في السابق كان يستقبل 500 شاحنة، الآن 20، فهذه مصيبة. نعم. نعود لسؤالنا، فنرى بأن يعني تفعيل الأدوات الفاعلة من أجل يعني التضييق على الشعب الفلسطيني نعم. إلى لا شك بأن هذا يأتي من خلال الضغط الدولي على الولايات المتحدة. دائما شوفوا، يعني أنا أنظر صح الكيان الصهيوني متجبر متغطرس، ولكن من خلال الولايات المتحدة نستطيع أن ندير العملية. يعني الضغط على الولايات المتحدة من خلال أوراقنا، حتى الآن بدأت مجاميع منظمات حتى أمريكية تضغط على الرئيس بايدن من أجل إيقاف الحرب. هذه أداة مهمة، أداة الإعلام، يعني إضافة إلى الأدوات الأخرى مثل ما تحدثنا عنها قبل قليل، اللي هي الاقتصادية والسياسية ومجال الاستثمارات، أيضا أدوات ضغط. لأن الآن لن يتوقف العدوان ما لم يكن هناك من يسنده من الولايات المتحدة. نعم. كان الإحباط واضح لدى المجتمع الدولي، خلينا نقول ليس فقط العربي أو الإسلامي، لأن الحلول لحد الآن غير ملموسة وغير يعني حدث على أرض الواقع. يعني مثل ما قلنا هناك قرارات أممية لم تنفذ. يعني هناك الحل الإسرائيلي المضحك خلينا نقول عندما اقترحت وطالبت مصر بفتح معبر رفح ليتجه الفلسطينيين إلى سيناء، نعم، من أجل أن تتخلص على المقاومة ومن ثم يعودون الفلسطينيين إلى غزة مرة أخرى. هذا حل سعت إلى إسرائيل وضغطت على مصر، وربما سبب من أسباب انعقاد القمة هذا الحل العشوائي المرفوض من الجميع طبعا. وبالتالي تريد أيضا مصر أن تخفف عليها الضغط لتطالب بأن هذا إذا سعت الولايات المتحدة لذلك فهذا حل عشوائي غير صحيح وليس يعني له مكان على أرض الواقع أن يتم. معناته هذه حيكون نوع من أنواع الخدعة، بمعنى طلع الفلسطيني إلى سيناء تخلص صف المقاومة، وبالتالي إذا طلعتم من سيناء سيبقون في سيناء على طول. فهذه مثل ما نقول وعد بلفور، الوعود التي كانت الفلسطين بعودة دولتهم، لا توجد دولة، مجرد كلام. نعم. الآن إذا أردنا حل يفترض المجتمع الدولي يضغط على الولايات المتحدة من خلال حتى كما قلنا الملفات التي تستخدم. ذكرناها ملف الأسرة، هذا ملف مهم، ملف الاقتصادي مهم، ملف المناصات ملف، يعني لأن وصلنا مرحلة يعني الآن الشعب غزة يحتاج. عند هذه النقطة أستاذ وليد لنتعمق بها بصورة، يعني هي قضية إسلامية قبل أن تكون قضية يعني شخصية أو قضية، يعني البعض دائما يعني يرجع إلى تصرفات أشخاص ويسقط على القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية مسألة مسجد أقصى، مسألة مسلمين، مسألة حق، حتى تحدثنا عن حقوق الإنسان أيضا. فلذلك الموقف ثابت تجاه هذه القضية الفلسطينية، والموقف مستمر. يعني مثل ما قال الله يثبتنا، يعني كثير من الدول طبعت، كثير من الدول يعني تغيرت مواقفها، ولكن الكويت ولله الحمد موقفها ثابت وصريح من هذه القضية وتدعمها، لأن يعني جوانب مثل ما قلنا، جانب إسلامي، جانب إنساني، جانب حقوقي. الكل يعني المجتمع الدولي الآن يتحدث عن حقوق الإنسان. أين حقوق الإنسان فيما يحدث اليوم في غزة؟ المجتمع الدولي يتحدث عن التعايش السلمي.
أين هذا التعايش في ظل هذا القصف وهذا العدوان؟